يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. حدى، نعم. انا هصلي الفجر، صلي معايا. لا يا عم صلي انت، انا هصلي بعدين. الله اكبر. حدى، نعم. انا هصلي الظهر، صلي معايا. لا يا زميلي صلي انت، انا هبقى اتعامل انا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حودة، نعم. ايه انت ما بتصليش ليه؟ وانت مالك يا عم؟ تحب اقوم افطر كمان عشان تستريح يعني؟ افطر. لا يا عم، وعلى ايه؟ تعرف يا حودة، في ناس ما بتصليش عشان ما تعرفش غسل الجنابة. والله عندك حق. وانا مال انا يا عم؟ انا مال انا؟ بتقول انا ليه يا عم؟ لا ابدا، اصلهم اتلخبطوا كتير في القصة دي من كتر ما سمعوا، وبعدين هم بيتكسفوا يعني من حساسية القضية وكده، فاهم انت؟ والله يا اخ يا عم، وانا مال انا يا عم؟ الله. اصلهم هم فاكرين الموضوع معقد قوي يعني، وما يتفهمش بسهولة، وحاجات تبدأ بيها معينة وحاجات تانية تنتهي بيها، وموضوع كبير وكده. امال هي ايه يعني عشان لما حد يسالني يعني بعرف اجاوب انا ارد عليه وكده هو يعني. بص يا سيدي، الغسل ده في حاجه واحده بس هي اللي فرض، وكل الباقي سنه. الركن الوحيد اللي لو عملته تبقى انت كده اغتسلت وتطلع تصلي على طول هو ان يغمر الماء جميع اجزاء البدن بس. يعني تستحمى عادي وتخلي الميه توصل لكل حته في جسمك وتطلع تصلي من غير وضوء يا نجم. انت بس وانت داخل تستحمى تنوي نيه غسل الجنابه مع نيه الوضوء، وما تنساش تاخد شويه ميه تتمضمض بيهم وتستنشق وتطلع تصلي على طول من غير وضوء. بس كده اهو يعني من غير تعقيد يعني، ولا جنب يمين اول وبعدين جنب شمال والكعبله دي اللي حوده قال عليها كعبله دي هي دي السنه، ومش كعبله ولا حاجه، دي حاجه سهله جدا وما فيهاش اي لخبطه خالص. امال بتعقدوها ليه وبتكرهوا الناس في الدين يا اخي؟ يا اخي حرام عليك يا اخي، اتقي ربنا بقى وقول لي على الطريقه بتاعت السنه. اقول لك، بص يا سيدي. بصيت. 1 يغسل ايديه، 2 يغسل القبول والدبر، 3 يتوضى كانه بيتوضى لاي صلاه عادي، 4 يغسل المنطقة بتاعة الراس لغاية الرقبة، 5 والأخيرة يغسل الجنب اليمين لوحده ويغسل الجنب الشمال لوحده، وتبقى هي دي طريقة الغسل على السنة. وعلى فكرة الست زي الراجل في مسألة غسل الجنابة بالظبط، ومش لازم تفك ضفايرها إلا في غسل الحيض وغسل النفاس. أظن أسهل من كده مفيش. طب قشطة يا اخو. على فين يا نجم؟ لا ابدا، انا الجو حر شوية فهقوم اخد دش كده يعني عشان افوق يعني، واخد بالك انت؟ طب أصلي العصر ولا استناك؟ لا استناني يا زميلي. تضحك ليه؟ برضه بيضحك يا عم. ما صليش يعني؟ افطر طيب افطر. ده انت امرك عجيب يا جدع. طب اقول لك قوم استحمى انت كمان بدل ريحه الميتين اللي انت حاططها لنا دي. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما